وعلى رأي عصام الشوالي وهو بيقول يا أهلي يا كبير، ولكن أنا بقول لك الأهلي الكبير وكولر المدير الفني الكبير. الراجل ده ملوش حل يا جماعة، الراجل ده أسطورة في التدريب، الراجل ده أسطورة في إدارة المباريات. شوف من بداية المباراة ضغط من فريق الرجاء، ولكن واحدة واحدة بدأ إن ياخد نص ملعب للرجاء، وبدأ إن هو يهاجم هو، وبدأ إنه يهدد علشان نشوف الأهلي اللي بين الشوط الأولاني 1-0 بعبد المنعم بالتخصص يا حبيبي، بالتخصص. الشوط الثاني الاهلي افضل، الاهلي احسن، الاهلي اللي رايح، الاهلي اللي بيعمل كل حاجه. تبديلات، شفنا حمدي فتحي وشريف، وشفت الحركه دي اول ما كولر قال لهم كده يعني ايه كده، ويعني ايه شريف وحمدي كده. فاكرين ماتش الزمالك بالثلاثه؟ نفس الكلام، حط شريف جنب حمدي والعب يا معلم، العب اتنين مهاجمين. هتستغل ده، فريق الرجاء عاوز انه يطلع 1-0 لا يتعادل، فانت هتقدر انك تقدر انك تاخد نص الملعب وتقدر تمسك. شوفنا مروان وديانج اللي عاملين مباراة كبيرة. السولية بعض الناس كانت بتهاجمه بين الشوطين، ولكن انا شايف السولية ما كانش وحش النهارده وكان مقدم مباراه. ولكن سيبك من كل الكلام ده، هنتكلم في حلقه السهره وليله من ليله العيد وكل سنه وانتم طيبين. مليون مبروك للاهلي وجمهور الاهلي، ولكن مباراه بالتخصص لكولر، مباراه انا شايف، انا قلت لك في حرق التوقعات حلقتنا لما قلنا حرق التوقعات، قلت لك ايه؟ الاهلي هيعدي الرجاء، الاهلي هيروح للسيمي فاينل. انا عارف ان انا مش عاوز اسبق الاحداث ولسه في مباراه عوده، بس الاهلي بيفوز 2 او لسه المباراه شغاله بره، يمكن التالت يجي يا رب. ولكن الاهلي لما يعدي دور الثمانيه او يوصل لدور الثمانيه او دور اقصائي في دوري الابطال، اعرف ان الاهلي رايح للفاينل، وهو الفاينل المكان المحبب لقلب الاهلي وجمهوره. هي مباراه يا معلم بالتخصص، ولكن مليون مبروك للاهلي والجمهور. مباراه اكيد دافع قوي جدا للمباراه اللي جايه 2-0. المره الجايه بقى تروح تلعب في كازابلانكا بهدوء، هدوء اعصاب، خبراتك الكبيره العاليه، مدير فني كبير عالي جدا، بروفيسير بمعنى الحرفي. بقى انت عاوز تدرس بقى يعني ايه اداره مباريات، يعني ايه مدير فني كبير، يعني ايه. اتفرج على كولر، شوف البروفيسور كولر بيعمل ايه في اداره المباريات. الحقيقه الراجل ده عبقري، الراجل ده بيقدر في كل مباراه يطلع من اللي هو عاوزه. انا عاوز اكسب، انا عاوز اتعادل، انا عاوز اصعد، عاوز اعمل كل حاجه. ولكن الاهلي اللي بيتخطى اولى مواجهات ربع نهائي وذهاب ربع نهائي دوري الابطال بالفوز على الرجاء، يعني المباراه بره لسه ما خلصتش، خلاص في الوقت الضايع، ولكن اتمنى ان المباراه ممكن تخش في 3-0 وكمان عقبال ما اطلع. ولكن الاهلي بيفوز، نتمنى ان شاء الله المواجهه الجايه مباراه الاياب هدوء اعصاب، انت اللي كسبان، انت اللي مش محتاج، ما عليكش اي ضغط. الضغط اللي هيكون على لعيبه الرجاء، على جمهوره اللي هيضغط من بدايه المباراه، فانت بهدوء اعصاب ودي المباراه حته تانية خالص. ولكن في النهايه ان شاء الله افريقيا تكون في مصر بالنسبه لبطوله افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي. اما الكونفدراليه فطبيعي بيراميدز الناحيه الثانيه لسه هيلعب بكره مع مارومو. ولكن نسيب لكل حديث حديثه، واستنوا حلقه بالليل باذن الله. مليون مبروك للاهلي والجمهور، واستنوا حلقه بالليل نتكلم عن المباراه بشكل اوضح. وكفايه عظمه لحد كده.